بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 18 اكتوبر يوم الاحد. النهارده انا هعمل تحليل داو جونز والاي جي اكس 30. انا اسف الايام اللي فاتت ما كنتش متواجد، ما كنتش بعمل ابديت الموقع، بس انا كنت عيان، فانا بكرر اعتذاري للجميع. النهارده هنبص على الداو جونز كده مع بعض نظرة سريعة. قدامنا شارت الداو جونز بار تشارت، كل بار بس اليوم. آه في قناة اللي هي بالخطين السود دول اللي هم البولينجر باند، وعندنا الخط الاحمر موفينج افريج 18، والخط الازرق ده الموفينج افريج 45 يوم. الخط ال 18 بيمثل المدى قصير الاجل، وخط ال 45 يوم يمثل المدى متوسط الاجل. الخط الازرق اللي انا رسمه فوق البارز ده اسمه سوينج لاين ستادي. انا برسمه بايدي علشان اشوف الاتجاه، وبشوف القيمه موقعان علشان اعرف احدد نقاط دخولي ونقاط وقف الخساره الى ذلك يعني. حاليا الداو جونز اخر قاع هو عمله بالنسبه للسوينج لاين ستادي هو 9815. الاتجاه من واضح جدا ان هو قمه اعلى من قمه اعلى من قمه، وقاع اعلى من قاع اعلى من قاع، وهو اتجاه صاعد مفيش فيه اي كلام. الستوكاستيك لوكت ان، انت في الاتجاه بقالك اكتر من 3 ايام. الستوكاستيك بيقيس المومنتم بتاع الاتجاه، او الزخم اللي في الاتجاه، او قوة الاتجاه. هو ليس موجود عشان يدينا اشارات بيع او شراء، هو موجود عشان يقيس بس القوة بتاعت الاتجاه سواء صعودي او هبوطي. حاليا بيقول لنا الاتجاه صعودي لما بيبقى فوق ال 80 هو قوي، ولكن اوفر بوت. ونفس الحكايه البولينجر باند بتقول لنا ان هو يعني لما طلع هنا فوق، من الطبيعي ان هو يعمل كونسوليديشن شويه عشان يطلع بس من منطقه الاوفر بوت شويه، وبعد كده ممكن يكمل الاتجاه بتاعه. شيء عادي وشيء طبيعي جدا وشيء صحي في الاتجاه عامه. احنا قلنا قبل كده ان الاتجاه كان لما كان في المناطق دي، لما كان عامل لنا هنا قمه وهنا عمل لنا قمه من بعض ونزل كسرها هنا، ده كان اكد لنا على اتجاه هبوطي، وبعد كده طلع عمل قمه هنا وقاع هنا، ودي كانت نقطه الدخول فيها. لو انا بتاجر في السهم، كنت لو دوت يعني شارت سهم قدامي او شارت انا هتاجر عليه، انا كانت هتبقى هي دي نقطه الدخول، نقطه جني الارباح، نقطه البولينجر بين العليا. نقطه وقف الخساره هي اخر قاع. وزي ما احنا شايفين اللي لما لقى نفسه لوكت ان و... و... الاستوكاستي بيشاور له كان ممكن يقعد. نزل عمل قاع سند عليه، هيحرك نقطة وقف الخسارة هنا للمنطقة دي. في ناس تانية يعني في ناس تانية بتقول بس ايه، احنا شايفين عندنا انفيرتد هيدن شولدر، اللي هو راس وكتفين. هيبقى ده كتف وده كتف وده الراس. المناطق دي يعني عشان ده الكتفين وده الراس. بيعملوا حاجه اسمها زي ده النيك لاين، بياخدوا خط كده يعمل لك، يقول لك ده النيك لاين، والمسافه ما بين الخط ده والراس هو بيعكسها زي كانه بيشد فتله كده ويعكسها ويطلع بيها لفوق، هتبقى هي المسافه كده. كده تقريبا هيطلعك تقريبا لغايه 10300. ده بيبقى التارجت. ده انا بعتبره زي ارت او فن، فن في التحليل، او نوع من انواع الارت في التحليل الفني. انا عن نفسي انا بتاجر في الاتجاهات القصادي، واللي بيحصل قصادي بسرعه. اللي حصل قصادي حاليا انه احنا في اتجاه صاعد، وهي اخر نقطه اتوقع هي 9815. بالنسبه لل اي جي اكس 30، الاي جي اكس 30 انا قلت قبل كده في اخر تحليل ان هو كسر نقطه 6737، دي كانت نقطه الدخول، واللي هي دي، وبالفعل هو كسرها في اليوم ده، ودي كانت نقطه الدخول، لانه هنا كان في الحاله دي كان عندنا قاع هنا وقاع هنا، ودي كانت 6000، دي كانت هي القمه اللي هنا، وبكسرها يبقى عمل قمه اعلى منها كده، بقى اتجاه صعودي. وزي ما انتم شايفين يعني، حتى اللي لو واحد دخل في الاسهم اللي هي ليها تاثير جامد على على المؤشر، او ليها نسبه عاليه في المؤشر زي الاورسكا كده، يعني عمل 10%، 15% في الاسبوع اللي فات دوت. وكانت هتبقى نقطه طبعا جني الارباح هي الباند العليا، ان هو يطلع يخبط في الباند العليا للبولينجر باند. حاليا ما هو الاتجاه صاعد، ما فيش فيه كلام. عندنا ادي اخر قاع بالنسبه لنا، مع يعني ممكن نقول مع الاسف او
اخر قاع بالنسبه لنا هو هنا في المنطقه دي. بس اول دعم هيقابلنا هو دعم الموفينج 18 في منطقه 6840 او 6843. ده دعم متحرك على فكره، لان كل يوم الرقم ده هيبقى في مكان تاني. ده الاسعار لما بتبقى فوقيه. احنا عارفين الموفينج افريج 18 هو المدى القصير، والموفينج افريج 45 هو المدى المتوسط. الاسعار فوقيهم بيمثلوا دعوم، الاسعار تحتيهم بيمثلوا مقاومه. هم اول مقاومه هتقابلنا هي اول، قصدي دعم هيقابلنا هو دوت. يلي دعم ده او ده، ايهما بقى هيبقى موجود الاول. نتمنى ان هو ينزل. هو احنا دلوقتي في الستوكاستيك احنا لوكت ان، احنا اتجاهنا قوي، مومنتوم بتاعنا متسارع كويس، مفيش اي نوع من انواع، مش شايف يعني نوع من انواع البانيك او اللي يستاهل يعني الناس تبقى خايفه بالسوق او حاجه. أنا مش شايف النقطه دي، اللي هم بقى القرارات التانيه والحاجات التانيه اللي انا بتكلم فنيا عامه في الوقت الحالي. أه، انا اتمنى ان هو لو نزل، لو نزل يعني هو نزل هنا النهارده، نزل 1% تقريبا. لو نزل، لو كمل نزول حته صغنططه يعني بكره، اشوف ممكن ينزل يكمل نزول حته، مفيش مانع. لو طلع القمه بتاعتنا دلوقتي حاليا في الوقت الحالي هي دي اعلى قمه بالنسبه لنا. القمه دي كانت بالظبط 7097 وربع. كسر هذا الرقم في المنطقة دي، يعني هو لو نزل هنا وريح وبعد كده طلع سند عليها، شيء صحي جدا في اتجاه صاعد. لو طلع وكسر لنا، ده تأكيد على الاتجاه الصاعد، وتأكيد على إن الاتجاه قوي. آه، هذا هو التحليل. يعني مش شايف أي حاجة تبقى مقلقة في السوق في الوقت الحالي. مش شايف اي قلق او اي نوع من انواع البانيك، لان انا شايف الناس مش، والفوليومز تعبانه والحاجات ضعيفه. بس اللي دخل عامه في الاسهم اللي بتؤثر في المؤشر طبعا عمل فلوس. قال له 10% 15% في الاسبوع اللي فات. ربنا يبارك له طبعا. آه، بس ما عدا ذلك هو الاتجاه صائب. انا مش شايف اي حاجه تدل على خطوره في الاتجاه او حاجات. وشكرا لكم.